اسمي محمد مصطفى محمد سالم، مواليد 21/8/94، طالب في كلية تجارة جامعة حلوان. نشأت في أسرة إخوانية. كان والدي أيام مرسي ماسك الأمين العام للحزب في مصر الجديدة. شاركت في اعتصام رابعة، وبعد الاعتصام شاركت مع شباب الإخوان في حرق بوكسات الكهرباء وبوكسات الشرطة. بعد كده اتعرفت على واحد اسمه محمد عبده، اسمه الحركي أبو صلاح. هو اللي قال لي ان احنا بتكليف من محمد كمال هنستهدف الضباط والكل الامني. بعد كده عرفني ضمني على مجموعة شباب اللي هم بعد كده بقى اسمهم حسب. كان من ضمنهم مؤمن الحمراوي حركي سيف، ومؤمن الحمراوي حركي فارس، واحمد عبد الناصر عبد الله حركي وليد، واحمد عمر سويلم حركي يوسف. بعد كده نفذنا عملية بهتيم، ودي اللي شاركت ان انا جهزت فيها العربيات اللي نفذت بيها العملية. وبعدين في شهر 4 جالي تكليف ان احنا ننزل نرصد كول امني في مدينة نصر. الكول كان بيعدي من شارع الورش. نزلت رصدت انا ووليد وسيف. رصدنا كول امني على قهوتين وكشك. بعد كده بعد ما رصدناه أسبوعين قبل التنفيذ بأسبوع، كلفوني إن أنا أجهز عربيتين. عربية كانت أوبترا بيضة وعربية إلنترا زرقاء. فيمتهم وغيرت لونهم باستيكرات وخليتهم كلهم لونهم أسود في أسود، ورشيت الجنود وفيمت الفوانيس. وبعد كده اتجمعنا يوم التنفيذ عند حديقة بدر، وكان معانا أنا العربيتين ومعانا عربية تالتة كشاف هونداي أكسنت فضي. الكشاف اتحرك قدامنا لحد مدينة نصر عشان يكشف لنا الطريق لو في كمين أو حاجة. اتقابلنا بعد كده هناك في الحي العاشر في الورش. احنا وقفنا في شارع جانبي لحد ما الكشاف قال لنا ان الكول جه. واول ما الكول جه وثبت في المكان بتاع ده، الكشاف كلمنا واتحركنا عليه. وقفت انا اول عربية جنب اول بوكس، وتاني عربية وقفت جنب تاني بوكس. كان جنبيا منصور اتعامل من الشباك، ووراه سيف اتعامل من الشباك، ومهاب نزل من العربية اتعامل مع الكول وهو واقف على رجليه. وفي العربية التانية كان فيها قاسم، وكان فيها شاكر، وكان فيها واحد أول مرة أشوفه، وكان فيها وليد. اتعاملوا هما كمان مع البوكس التاني. وبعدين بعد ما خلصنا انسحبنا، خدنا نفس الطريق لحد اخره. بعدين خدنا المقابر من عند من مسجد السلام، ومن هناك خدنا في شوارع جانبية لحد ما طلعنا على مصطفى النحاس، ومن مصطفى النحاس على شارع الطاقة، ومن شارع الطاقة على طريق النصر، ومن طريق النصر على أوتوستراد شيراتون، ومن شيراتون على الجراج، وبعدين على حديقة بدر تاني.